لحد ما كبرت وما بقدرش اغني خالص ويعني واخد بالي ان انا ما اغنيش الا في الجامعه بقى. الحاجات اللي هي التهريج ده كنت طبعا قال لك ايه، قال لك مش عارف ايه، حاجات زي كده كنا بنعملها. وطبعا اصحابي ممكن يعرفوا الكلام ده. انما اغنيه يعني لا كنت مانع نفسي منها وبخاف. فين بقى والدي الله يرحمه جاله كانسر، واول مره يعني يطلب مني ان هو عايز يسمع الاغاني بتاعتي. كان الكلام ده مثلا في سنه جايز مثلا 1998 حاجه زي كده. فعملت ويب سايت، الاوائل اللي عملوا ويب سايت، وعملت كاريوكي لنفسي. يعني انا كنت بجيب الموسيقى وكنت انا بغني على الموسيقى دي، بحاول ان انا الاقي اي طريقه ان انا اقدر اعمل الاغاني واحطها وابويا يسمعها. وامي طبعا دي على طول، يعني امي ما بتصدق تلاقي حد من اصحابها الا لازم يسمعوا اشرف، لازم يسمعوا اشرف، يعني جننتهم انا كنت عامل لها سي دي، فكانت على طول مشغلاها، وكنت جايب لها يونت كده صغيره تحط الفلاشه دي وتشغلها. كل حد لازم يروح لها، لازم تسمعوا اهواك. بس المهم حطيت الاغاني لوالدي وكان مبسوط، والله يرحمه بقى مات 1999، ويا رب يكون مات راضي عني. وانا عملت له اللي هو عايزه، ودخلت هندسه وبقيت مهندس كويس، وعملت ماستر يعني ماجستير وكده، ووضعي كويس الحمد لله. لكن طبعا الغنى ده والموسيقى في دمي مش هيروحوا، لان انا جايز ما تعرفوش، انا ممكن العب اي آلة على فكرة، اي آلة ممكن اضربها مجرد سماعي، وما بعرفش اقرا نوتة ولا اي حاجة خالص. ما اتعلمتش يعني موسيقى، بس الموسيقى دي في دمي فعلا، يعني غصب عني، ما مش قادر اشيلها مني. وسامحوني بقى ان انا يعني بغني عليكم دلوقتي. بس يا ريت تطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزينها. لو طلبتوا اغاني انا ممكن اغني، يعني يبقى كل يوم تطلبوا حاجه وانا اغنيها لكم. ركزوا بقى على عبد الحليم وام كلثوم وشاديه وعبد الوهاب ومحمد فوزي. لكن الحاجات الجديده قوي دي انا الحقيقه مش بعرفها، يعني عشان اغني لكم حاجه لايف لازم اكون حافظها يعني. لكن الاغاني طبعا الجديده ما بقولش وحش، الاغاني جميله جدا يعني، وانا مغنيها وعامل اغاني عندي حاجات حلوه كتيره، وبحب الاغاني اللبنانيه جدا 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 يعني. اللي نفسه في حاجه او يعني عايز يسمعها مني، فاحب طبعا ان انا اشارككم بيها.